السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ شايفين الجمال ده؟ اهو نتدفى بيها، نعملها من نفسنا بطريقة غير تقليدية. يعني دي طريقة العاشورة، فاحنا بنعملها في العادي. بجد طعمها حلو قوي، بتدفي ومغذية جدا 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 للأطفال ولينا كمان. يلا بينا نشوف عملنا ايه. جبنا القمح عادي من عند العطار زي ما احنا شفناه كده. انا يعني بشوف لو في حاجة، وبعد كده بغسله وبنقعه شوية، يعني بتاع ساعتين 3. وبعد كده بارمي المَيّة منّه وباحطّه في حلّة زي ما إحنا شايفين كده. ده قيمة يعني نُص كيلو، على حسب بقى الكمية اللي أنتم عايزين تعملوها يعني، ما بيفرقش معايا. بعد كده باحط له مَيّة باغطّيه بيها، مَيّة كتير شوية يعني، علشان هو بيشرب مَيّة كتير لغاية ما يفشّر، يعني يفتح كده. بُصّوا زي ما إحنا شايفين ابتدى إن هو زي الفشار كده بالضبط، اللي هو يفتّح من بعضه والقشرة تتفتح ويطلع ال يعني اللحم اللي جوّه يعني، تمام. بس زي ما إحنا شايفين كده أنا باسيبه على النار شوية، كل شوية بافضل أزوّد مَيّة لغاية ما يفشّر أكتر، تمام، لغاية ما أدوق في بُقّي كده ألاقيه استوى. استوى يعني ما بيقطمش معايا، يكون لسه ني. بس كده، عند ما خلاص استوى معايا باروح ضايفة عليه، ده كان لتر لبن حليب بلدي يعني. فأنا كده يعني يتغلي فيه. أنا عايزاه يغلي عادي حتى لو ساقع يعني أو متلج. بس باحط السكر بقى، السكر ده على حسب ما أنتم عايزين. أنا كنت عاملاه دلع مش مسكر أوي، عشان مش باحبها مسكرة أوي يعني. بس كده، فرُحت حاطة بقى بعد ما خلاص ابتدى إن هو السكر مع القمح بتاع البليلة بتاعي مع كلّه في بعضه. فابتديت إن أنا أحضّر الرابطة اللي هتربطه، خليط الرابطة اللي هو شوية لبن بتاع نُص كوباية لبن، على معلقتين 3 نشا على حسب الكمية برضه اللي أنتم عاملينها. باقلّبه كده فيه زي ما إحنا شايفين عشان ما يكلكعش بس، وباضبّط الدنيا. أحط الفانيليا بتاعتي، عايزين تحطّوا بقى جوزة الهند حطّوا براحتكم، أنا لأ ما حطيتش. بُصّوا كده ابتدى يربط معايا أهو، هو ده اللي أنا عايزاه، القوام المطلوب. أنا مش عايزاها تقيلة يعني تبقى كُتل كده، ولا خفيفة جدًا. عملتها مضبوطة لإن هي لسه هتتحط كمان في التلاجة، فبتمسك يعني أكتر شوية، تمام. أهو بس كده، حطيتها بقى. وبعد كده حطيتها في أطباق زي الرز بلبن. بجد كان طعمها خطير جدًا وطعمها حلو أوي، أوي. طريقة سهلة جدًا، جدًا للعاشورة، للبليلة، أي حاجة الاتنين تمشي. هي عاشورة مايلة للعاشورة أكتر، لإن أنا ما عملتش العاشورة ساعتها، وبصراحة كنت عايزة أعملها. يعني مش باعمل التقيلة دي كتير، أنا باعمل العادية اللي هي ولا تقيلة ولا خفيفة، بتبقى سايبة شوية. بجد كان طعمها حلو أوي ومفيدة أوي لينا كلنا ومغذية جدًا. لو عجبتكم جربوها بالطريقة البسيطة وسهلة دي. لو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.